نظن قاع شفنا في التلفزيون وين كيجيبوا صاحب مشروع او فلاح او حتى مواطن بسيط، نلقاوه دايما يختم كلامه بطلب الدعم والمساعدة من الدولة. هذا الامر كان دائما يتم انتقاده من طرف الجزائريين، وهذا النقد يكون مرفوق بعبارات توصف الجزائري بالاتكالي وباللي حاب الدولة توكله وتشربه وتخدمه وتزوجه الى اخره. لكن ما هي صحة هذه الفرضية؟ وهل الجزائري صح اتكالي؟ هذا وش رايحين نحاولوا نجاوب عليه في هذه الحلقة. بسم الله. اولا لازمنا نبداو بالتعريف تاع الاتكالية، واللي هي الاعتماد الشبه كلي للفرد على الدولة في مختلف مناحي الحياة ديالو. هذا يعني بالضرورة باللي الانسان الاتكالي كسول، وباللي الكسل هو أحد الأسباب اللي تؤدي للاتكالية. فهل الجزائري كسول؟ أنا نقول باللي الجزائري ماشي كسول، بل بالعكس. الجزائري إنسان نشيط، إنسان خدام، إنسان كيما نقولو حنايا ينافيغي، وهدايا يعني رانا نشوفوه في الواقع ديالنا. بزاف الشباب تلقاهم حاطين طوابل باش يخدموا، تلقى بزاف منهم يعني يبزنسوا في الهواتف المحمولة إلى آخره، تلقاهم شادين في الحوانت يبيعوا أي حاجة يلقاها يخدمها. الأمر الثاني، الناس اللي عندها يعني خبرة في الأمور التقنية والآخر، رانا نشوفوا الفريلانسرز اللي راهم ماشي برك يخدموا في السوق هنايا، يعني تعدى خرجوا من السوق هدايا وراهم في السوق العالمية يقدموا الخدمات ديالهم. وبالتالي الجزائري ماشي كسول، وأصلا هذا الأمر غير منطقي، لأنه الخدمة الإنسان يحتاجها باش يعيش. مستحيل الإنسان يقعد هكاك مريح ومشبك يديه وما يخدمش وما ياكلش. والسؤال اللي يقعد دركا هو كيفاش أنا ينقول بلي الجزائري ماشي كسول وخدام، وفي نفس الوقت قلت لكم باللي أنا نشوفوا الناس يقولوا دائما نطلبوا من الدولة تدعمنا إلى آخره. وهذا يعني ماشي تناقض. الأمر السبب بسيط، وهو أنه الدولة بيروقراطية بزاف. الجزائر فيها البيروقراطية بزاف، ودائما يعني مهما تكون مستقل ومهما تحب تخدم، رايح يجي وقت وين التقدم تاعك يتعرقل ويحبس بسبب ارتطامه بالجدار تاع البيروقراطية. يعني البيروقراطية بكل بساطة هي أنه الدولة تحط يدها على كلش، يعني تسيطر على كلش، من الأمور الكبيرة للأمور الصغيرة. مثلا نمدلكم مثال، فرضا نتايا راك جاي عندي في الدار، ولكن قاع الشنابر مغلوقين وغير انايا اللي عندي المفاتح. تحب تدخل لك الشومبرا ما تقدرش، تجي تفتح تلقى الباب مغلوق، لازم حتى تجي لي انا نفتحه لك. نفس الامر بالغرفه الثانيه الثالثه الى اخره. درك نتايا كي تحتاج تروح للحمام ولا المرحاض حاشاكم، ولا تروح للمطبخ، حتى ويكون الباب ماشي مغلوق بالمفتاح، نفسيا لصقت في راسك بلي انا هو اللي شاد المفاتح وقاع البيبان مغلوقين، وبالتالي بدل ما تفتح الباب تجي لي تقول لي ماذا بيك تفتح لي الباب. دركا واش معناها كي تجي تايا تسقسيني تقول على المفتاح باش نفتح لك الباب، هل هذا معناها راك اتكالي؟ لا، ماشي معناها راك اتكالي، ولكن على بالك باللي ما عندكش القدرة باش تغير ولا باش تفتح هذاك الباب، وبالتالي تجي عند مول المفاتح اللي هو في هذه الحالة هو الدولة. ومنه الجزائري ماشي اتكالي، بل مدرك باللي الأمور ماشي في يده، ولذلك يظهر اعتماد على الدولة. كذلك تجدر الإشارة إلى أن البيروقراطية تقضي على المبادرة الفردية وتفرض عليها قيود اللي رايحة ترد المبادرات هذه محصورة في النظام البيروقراطي. يعني باش تدير أي حاجة لازم لك ترخيص من الدولة، ولازم لك الجوز على الآلة البيروقراطية ودوسي إلى آخره،
وراح تكون عندك عراقيل بزاف، وبالتالي المبادرة الفردية تاعك راح تولي محدودة. والحل الوحيد باش تطبقها هو انه تروح للإدارة البيروقراطية وتطلب منهم انهم يعاونوك في الإجراءات ويخفوا عليك شوية ويسهلوا لك الأمور باش تقدر تجسد المبادرة تاعك على أرض الواقع. وهذا الأمر عندنا عليه بزاف أمثلة. المثال المليح قاع هو الفريلانس، الناس اللي يخدموا أونلاين، اللي هما النقيض تاع الاتكالية، على خاطرش دبروا الخدمة وحدهم، التسويق دايرين وحدهم، دايرين كلش وحدهم، الدولة ما دارت لهم والو. ولكن مع ذلك كي تلحق باش يدخلوا دراهمهم ما قدروش يدخلوا دراهمهم، والاغلبيه عندهم دراهمهم البرا وباش يجيبوهم هنايا واعره بزاف، على خاطرش ما عندناش نظام بنكي مليح. وبالتالي دركا راهم رايحين او راهم ينقلوا في الانشغالات ديالهم للدوله باش تسهل لهم الامور وباش يقدروا يدخلوا دراهمهم. فهل دركا الفريلانسرز كي راهم يطالبوا الدوله باش تصلح النظام البنكي، هل هذا يعني راهم اتكاليين؟ لا، ولكن كما قلنا مهما تكون يعني مستقل وغير اتكالي، رايح تلحق النقطة وين تحبس نهار ترتطم بالبيروقراطية، وتولي واجب عليك انك توصل انشغالاتك للدولة باش تفري اموراتك. وهذا الامر يمتد للمجالات الاخرى. مثلا انت قادر تكون فلاح، تستصلح الارض تاعك، تزرعها الى اخره، من بعد في الاخر ما عندكش الكهرباء، ما عندكش الماء، باش تدخلهم لازم تروح للاداره وتحط الملف ديالك وكاع. في الاخير تولي تطلب من الاداره ولا من المسؤول انه يسهل لك هذه الاجراءات، ولا كما نقولوا يفري لك الدوسيي غير باش تقدر تكمل الخدمه تاعك. نفس الامر ينطبق على قطاع السكن، وين الدوله هي الوحيده اللي توفر السكن ولازم لك تحط دوسيي. بالتالي كي تكبر وتلحق العمر وين لازم تستقر وتحط دوسي ويطولوا باش يمدوا لك السكنه، باينه تروح تشتكي للدوله، يعني ماشي معناها راك اتكالي. وفي النهايه نتمنى اني نكون وصلت لكم الفكره باللي ماشي الجزائري اللي اتكالي، ولكن الخلل يكمن في البيروقراطيه اللي ترد المواطن دائما يلجأ للدوله. وهذا ان شاء الله ممكن نهضر عليه في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.